يا مساء الفل ويا مساء الورد ومساء كل حاجة حلوة عليكم يا حلوين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد، فيديو النهارده حماسي تشجيعي. بصوا، من الدرجه الاولى عايزه اقول لكم انا حالي ده بقاله 3 ايام. انتوا متخيلين ان المطبخ بقاله 3 ايام وما تنضفش؟ ما بعملش حاجه غير ان انا مثلا ادخل اعمل حاجه فيه، هعمل اكل فيه، هعمل مثلا حاجه تشرب بس. اجي بقى عند الترويق والتنظيف، بصوا مش خلاص مش عايزه اخشه تاني اصلا. هقول لكم بقى ليه. بصوا، المايه عندي كانت قطعه بقى لها 3 ايام. وبعد كده الموتور حصل فيه مشكله والخزان عندي فضي. وبصوا يعني الميه فعلا روح البيت. يعني كنت حاسه ان انا قاعده في الشارع، ما فيش ميه، وانتوا عارفين بقى يعني ايه بيت ما فيهوش ميه. والخزان بقى انا ما كنتش عارفه هو كان مليان ولا لا، لاني ما كنتش ببقى قاعده في البيت. فما باجي مثلا الكام يوم اللي جيتهم فما كنتش بهتم افتح الموتور قوي، يعني فاتحه الخزان على طول. فكنت بغسل، اشغل غسالة الهدوم، استخدم ميه عادي من الفلتر، فمبقاش عارفه الخزان بقى كده فيه ميه ولا لا. المهم رجعت بقى من هنا، افتح لكم بقى الخزان بقى معتمده ان عندي ميه. هوبا ما لقيتش بقى ولا نقطه ميه. فالمهم كان اليوم ده يا دوبك شويه ميه، عارفين اللي هو الخزان بيفضى. في اخر يوم ده بقى عملت فيه اكل، لاني اول يومين كده كنت سايبه اصلا مواعين قبل ما امشي. انتوا متخيلين انا سبت مواعين ومشيت ورجعت. اعتمدت بقى ان في ميه عندي وهشتغل بقى وعادي بقى، يعني ظروفه بتحصل. رجعت بقى يا بنات من هنا، لقيت المواعين بقى اتكومت اكتر من هنا، يا دوبك شويه ميه صغيرين اللي كفوا. عملت اكل في اليوم ده، مش اليوم ده، ده كده مواعين اليوم اللي قبله. يعني الحله اللي انتوا شايفينها والحاجات اللي انتوا شايفينها في المطبخ دي كده من اليوم اللي قبله. فخلاص بقى سلمت امري لله وقلت بقى هستنى لحد ما الميه تشتغل. فالمهم اول ما بدات تشتغل رحت بقى شغلت لكم الغساله. يعني كان في مواعين كده في اول الفيديو طلعتها معاكم، وبعد كده بقى اتسحلت بقى في المواعين اللي انتوا شايفينها دي. يعني انا قعدت تقريبا بتاع يومين بغسل. الحمد لله ما خلصت من المواعين اللي انتوا شايفينها ده. انا عندي كمان كده في مواعين في الارض، ومواعين على البوتاجاز، ومواعين في الحوض. وبصوا ما كانش بقى ليا نفس، ما فيش ميه حتى ان انا اشطف الحاجه وارتبها كده واحطها على جنب. ما فيش، اللي هو خلاص بقى انا استسلمت كده. وطبعا انتوا عارفين المواعين مع لما بتقعد كذا يوم في المطبخ بتبقى تحسي ان المطبخ ريحته مبقاش حلوه، وفاتحه الشباك على طول طبعا عشان يهوي. قلت لحد ما الميه ترجع تشتغل تاني، بس فعلا ظرف وحش قوي قوي. يعني الواحد كمان لما بيكون مضغوط بقى في مشاوير، ولا مضغوط نفسيا، ولا تعبان ومش قادر يعمل حاجه، فتتكون بقى الحاجه دي عليه، بقول الحمد لله والله العظيم ان في غساله اطباق. انا مش متخيله الوضع ده. لا بقى لما كان هيبقى ما فيش غساله هقعد اتدبس في ده كله. فالحمد لله كده انا حاولت ان انا الم المواعين على قد ما اقدر. بصوا قلت بقى مش مشكله تاخد 3 4 دورات، المهم ان انا اشغلها كده على مدار يوم يومين. المهم ان انا اخلص من المواعين دي. وطبعا عقبال ما بتخلصي شويه مواعين تلاقي تاني يوم يعني بقى في حبه مواعين تانيين، يعني من عمايل الاكل بقى وبتاع. فالمهم اليوم ده قلت انا مش هعمل حاجه، كفايه عليا المواعين بتاعت امبارح، والحاجه اصلا اللي بقالها كذا يوم في الحوض، فخلاص كفايه قوي عليا كده. النهارده كده اجازه، ما مش هعمل حاجه غير بس ان انا اهم حاجه انظف المطبخ ده بالنسبه لي اهم حاجه. يعني انتوا عارفين المطبخ نضيف البيت نضيف. حتى لو البيت بره عايز يتروق ولا حاجه، الترويق سهل جدا. انا بالنسبه لي الترويق اسهل حاجه، اسهل من المطبخ وان انا اغسل مواعين والكلام ده. فبصوا دي كده هي المواعين بتاعت اليوم اللي قبله، فحطيتها كده على جنب على الغسالة. ابتديت احط كده كل حاجة فوق الغسالة بتاعت الأطباق. قلت حد بقى مرتب. طبعا في حاجات مش هتدخل في الغسالة زي الصواني الكبيرة ديت، والأطباق البلاستيك دي هتاخد مكان على الفاضي. دي قلت هغسلها بس لما اخلص خالص. يعني مش عايزة ايه ادبربك كده نفسي واحس ان الحاجة متكومة عليا وخلاص. يعني لا، قلت هخلص كده الحاجة اللي هتدخل في الغسالة، والحاجات اللي عايزه تتغسل عادي هغسلها. المهم ان انا اروق بس المطبخ واحس كده ان هو متروق. ما بعرفش اروق خالص يا بنات، والدنيا ما فيش ميه. لاني انا من النوع اللي كل شويه بفتح الحنفيه واغسل ايدي، كل شويه افتح الحنفيه واغسل ايدي. بتضايق قوي لما بلاقي مثلا حاجه جت في ايدي وعايز حاجه تتشطف، حاجه عايزه تتمسح. فببقى محتاجه الفوطه اللي في ايدي دي على طول احطها عند الحوض. امسح حاجه عايزه اشطفها بتاع، لكن من غير ميه الموضوع بيكون صعب. المهم هنا بقى انا كده طبعا شغلت الغساله دي بقى كده. قلت الدوره التانية احط فيها بقيه الحاجه اللي محطوطه على الغساله وبقيه الحلل. يعني المهم كان فاضل لي دورتين تانيين.
حطيتهم الحمد لله في اليوم ده. بس طبعا بستنى على الغساله شويه، يعني ممكن استنى ساعتين كده وبعد كده ارجع اشغلها تاني. هنا بقى دي كده كل المواعين والحاجات اهي اللي استخدمتها، حطها كده بقى على جنب. هبدأ بقى انضف كده المطبخ بتاعي. طبعا باين قوي ان هو فيه تراب، مطرب جدا. طبعا الرخام الاسود من يعني على قد ما هو شكله حلو وشيك وكده، بس بيبان عليه التراب، عايز تلميع يومي كده. لكن انا لما بكون في البيت على طول، يعني اول ما بخلص كده المطبخ بتاعي واخلص مواعيني وخلص الغدا، او ملمعه. قمت الصبح كده حسيت فيه تراب، بالفوطه كده على طول، واقوم ملمعاه بميه من غير اي حاجه، فلمعته بتكون حلوه. الميه دي حاطه فيها شويه فري وميه في القلب البخاخه كده، وبلمع بس الرخام. بقالي كتير جدا يا بنات ما اشتريتش منظفات. انا مش عارفه، الحاجه غليت قوي 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 بطريقه بشعه. انا كنت بجيب المنظف بتاع المطبخ، كنت بجيب العبوتين ب50 جنيه، دلوقتي عاملين 90 جنيه. 90 جنيه ده انا اخر مره شفتها تقريبا من شهر. انا ما اعرفش بقى حاليا الاسعار عامله ايه، كمان اكتر من كده بقى طبعا. ما الدولار انتوا عارفين بقى النطه الغبيه دي. فانا بقالي كتير ما اشتريتش منظفات، وشكلي كده هقاطع المنظفات، وهقاطع حاجات كتير قوي ملهاش لازمه ان انا اشتريها بسبب الاسعار والناس اللي بتستهبل فيها دي. قلت لما انزل اشتري هشتري على قد احتياجاتي، وهجيب حاجات بصوا بسيطة قوي. قلت مثلا الحاجات اللي انا محتاجاها هجيبها، يعني اكتر حاجة انا بحتاجها هو منظف المطبخ ومنظف الحمام وخلاص، وشويه والفري، وبالنسبه لي حاجه غساله الاطباق. شويه بقى حاجات اللي احنا بندلع بيها نفسنا دي بقى، ومنظف لكذا ومنظف لكذا. قلت لا، انا بالنسبه لي هجيب حاجه واحده تنفع لكله وخلاص. الموضوع مش مستاهل ومش مستدعي ان الواحد يصرف اكتر من كده. يعني انا بنزل في محل المنظفات، او لما بنزل كارفور، او انزل اي محل من الاماكن دي، والله العظيم مش اقل من 1000 جنيه عشان اجيب بس المنظفات اللي انا بجيبها، اللي انا بوريها لكم ديت. فلا الموضوع صعب قوي بصراحه. من ساعه كمان ما بقيت استخدم فوط اللي هي بتاعت جرين ويب، بقيت يعني اكسل قوي ان انا اشتري بليدج وجلانس ومنظف مش عارف ايه. بستخدم الفوطه على طول، اغسلها بالصابونه بتاعتها قبل ما ابدا انضف، وهي بتبقى ريحتها حلوه كده، والصابونه بتنضفها من التراب. وبعد ما بخلص التلميع وتنظيف الخشب، كل التلميع الحاجه اللي عندي، او غسلاها تاني وسايباها بقى تنشف. على هذا بقى الوضع بقى لي كده فتره، حتى هتلاقوني كتير بقى لي كتير جدا ما استخدمتش معاكم منظفات. والرخامه هي شويه الفري والميه وخلاص على كده. المهم ان الواحد يستخدم الموجود، يعني مش لازم اكلف نفسي واروح اجيب حاجات كتير بمبالغ قد كده. يعني خلينا نصرف في الضروريات او الحاجات المهمه، الاكل والشرب يعني في حاجات كده بتطلع في النص، يعني ربنا يحفظنا، زي العلاج والادويه والتعب والحاجات اللي بتيجي كده فجاه. فنقتصد ونشوف الاولويات، نجيب الحاجات المهمه بالنسبه لنا والضروريه، والحاجات اللي انت حاسه ان انت مش يعني مش هتفيدك قوي، او ممكن يكون لها بديل، او ممكن تستغني عنها. ما تجيبهاش، ما تصرفيش فيها فلوس، وحافظي على فلوسك في الزمن ده وفي التوقيت ده. لو معاكي جنيه شيليه، ما تضمنيش بكره فعلا هيكون في ايه. وهاتي بس الحاجات الضروريه. خلصت هنا يا بنات الرخامه معاكم والبوتاجاز وعملت الجزء التاني دوت برضو. قلت اخلص المطبخ كده واخلص منه. انا قلت اعمل لكم فيديو حلو كده خفيف، ما حبيتش ان انا اخر عليكم، فعشان كده ما حبيتش ان انا استنى ان اعمل حاجات تانية في الفيديو، او ان انا اليوم يكون طويل من اوله لاخره. لاني بصراحه انا يعني حاسه ان انا نفسيا مش في مود قوي ان انا اقعد طول النهار فاتحه الكاميرا، او ان انا اقعد اشتغل طول النهار، ولا نفسيا ولا جسديا ولا اي حاجه والله بامانه. فمعلش كده، يعني ده فيديو خفيف كده ان شاء الله، بس اهم حاجه يكون عجبكم. عايزاكم طبعا لو انتي وصلتي معايا لحد هنا، انزلي اعملي لايك للفيديو، واشتركي في القناه لو انتي لسه ما اشتركتيش او اول مره تشوفيني طبعا، وسيبي لي كومنت حلو زيك، واعملي فولو على انستجرام. بنات اللينكات بتاعتي بتكون تحت الفيديو، لو انتوا عايزين تتواصلوا معايا في اي حاجه هتلاقوها تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف. هنا يا بنات بقى هنضف الحوض بتاعي. حطيت فري بس. وبعد كده افتكرت قلت ان انا عندي اللي هو كربوناتو، او اللي هي البيكنج صودا اللي هو بتبقى لونها ابيض دي. قلت هحطها شويه تطهر اكتر وتنضف، عشان لو في صدى وفي اي حاجه تبقى بالنسبه لي تسهل عليا التنظيف. يعني اي حاجه كده، شويه خل ليمون، اي حاجه عندك نضفي بيها، ما تقفيش على حاجه انك لازم تجيبيها عشان تعملي اللي انت عايزه تعمليه.
في بدائل كتير قوي للحاجه. دوري هتلاقي ان شاء الله بدائل كتير للحاجات اللي انت محتاجاها. نخلص بقى الحوض بتاعنا كده وننضفه ونطهره. وغسلت كمان الديسبنسر، وحطيت انا الديسبنسر التاني ده اللي بحط فيه صابون الايد، بس صابون الايد دلوقتي خلصان، فان شاء الله لما اشتري هبقى احط منه. ساعات لما بيكونش عندي وعندي شاور بحط الشاور، مش لازم اجيب يعني هاند سوب، باجي احط الشاور عادي اللي بتاع الاستحمام في قلب الديسبنسر دوت، وحاجه تفي بالغرض يعني. بس يا بنات خلصت المطبخ، شايفين الحلاوه والنظافه؟ والله العظيم نتيجه تعبي باينه. الحمد لله انا خلصت كده واديت تلميعه للمطبخ من بره، وهتلاقوا بصوا كل حاجه بتلمع اهي. الحمد لله خلصنا المطبخ وبقى زي الفل. عايزاكي انت كمان تتشجعي وتقومي كده تخلي مطبخك يلمع وينطق كده من النظافه، وتظبطيه كده عشان تبقي قاعده كده مرتاحه بالليل. لو عندك مذاكره مع الولاد، عندك حاجه عايزه تعمليها، تقعدي كده تشربي حاجه قدام التلفزيون ترفهي عن نفسك. ما يبقاش كل حاجه شغل بيت شغل بيت. لا يا جماعه، فوقوا كده ونهتم بنفسنا شويه وبالحاجه اللي بتبسطنا. يا رب الفيديو كان عجبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي، مع السلامه.